الاول من نوعه في مصر بوبي سان سكرين اويل ديفense. تعالوا اقول لك هو ليه الاول من نوعه. اولا مفيش سان سكرين هتستخدميه هيعمل لك كل الحاجات اللي هو بيعملها، واهمها لو انت بشرتك دهنيه ده هيساعدك على تقليل افراز الدهون والزيت والعرق اللي احنا بنعمله واللي بيطلع مننا لما احنا بنستخدم السان بلوك. هو ووتر ريزيستنت لو احنا عايزين ناخده معانا في المصيف، فده يعني دي حاجه تحفه اصلا. وطبعا مش محتاجه اقول ان هو لاصحاب البشره الدهنيه المعذبون مع السان بلوك. ومش بس هينظم افراز الدهون، لا ده كمان هيشتغل على محاربة الاكني. لو انا حد بعاني من حبوب الشباب التكستشر بتاعته هتكون ممتازة جدا، وفي نفس الوقت هيساعد ان انا اعالج الحبوب دي، فدي حاجة طبعا روعة. 6 مميزات فيه. اول واحدة حماية عالية جدا جدا من الشمس 50 SPF، وشغال بتكنولوجي اسمها يوفينل، ودي بتديكي هاي بروتكشن، فيري هاي بروتكشن. لو انت من الناس اللي بتحبي تستخدمي سان بلوكس المستورده ده هيكون alternative واختيار رائع. تقليل افراز الدهون او تنظيم افراز الدهون، لان طبعا هتلاقوا فيه سلفر اللي هو الكبريت وجرين تي وكمان النايسيناميد. انتي بكتيريال وده علشان فيه التي تري اويل، فدي حاجه طبعا روعه. لاكتيك اسيد، ساليسيليك اسيد، سيتريك اسيد بيشتغلوا على الرينيوينج عامه بتاع البشره، ولو عندنا اي تشانس ان احنا يبقى عندنا بيجمنتيشن هيشتغلوا عليها. مواد ترطيبيه ومضاد للاكسده، هتلاقوا فيه هايلورونيك اسيد او صوديوم هايلورونيت، هتلاقوا فيه شيا باتر، كوكو باتر، وحاجات كتير بترطب البشره كمان، فمش شرط تحطي مرطب قبل. وكمان لو بشرتك ملتهبة فهو بيساعد على ان هو يرجع لك كده حاجز البشرة المناعي، بيلطف جدا وانتي بتحطيه. وطبعا بقى تعالوا اوريكم التكستشر بتاعته، لان هو سهل امتصاص جدا، سهل توزيع جدا، ما بيسيبش اي وايت كاست، بيست فريند، بيترج كويس جدا، وبتحطي منه الكمية اللي تكفيكي. انا حطيت كمية صغيرة جدا، بس يعني blends like a dream. الناس اللي ما بتحبش سان سكرين علشان التلزيق وعلشان اللون وعلشان الكلام ده، خلاص يا جماعه ما بقاش فيه اعذار. من يوم 22 ليوم 24 في عروض على الحاجات بتاعت بوبي، وده هيكون ان شاء الله من ضمنهم باي 2 جت 1 من الصيدليات الكبيره، العزبي، الطرشوبي، والباقي هسيبه اكيد في الكومنتس. وفي اي وقت تقدروا تجيبوه من على الويب سايت بالكود بتاع ام خالد، وده الكود بتاعي في كل منتجات باركفيل. لو جربتيه بقى سيبيلي رأيك.